السلام عليكم حبايب حنفي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص وصلنا للدور الثمانية في كاس العالم. طيب هنعمل ايه؟ نختار مين من الاخر؟ في حيرة كبيرة. طيب عندنا ممكن نعمل كام تغيير؟ ممكن نجيب كام لعيب من كل فرقة. كل ده هنتكلم فيه في الدور الثمانية من فانتازيا كاس العالم. يلا بينا. طبعا قبل اي حاجه انا عايز اشكر الناس اللي بتدعمني، بتعمل لايك للفيديو او بتعمل سبسكرايب للقناه او تفعل جرس التنبيهات عشان اي فيديو جديد يوصل لها. انا بشكر اي حد بيدعمني يا جماعه، حتى لو بلايك للفيديو. مش عايز حاجه اكتر من كده. الف شكر ليكم يا جماعه. يلا بينا نخش على الحلقه على طول. الحاجه الاكثر اهميه اللي نهتم بيها، في ناس تعمل تغييرات مش واخده بالها. يعني لو انت مش عامل خاصيه الوايلد كارد مثلا او الكلام ده كله، ممكن تعملها مفيش مشكله. طيب انا لو ما عنديش الوايلد كارد، انا عندي كام تغيير ممكن اعمله في الدور الثمانيه؟ عندك يا باشا 4 تغييرات. ولو في الدور ال 16 ما عملتش تغيير يبقى 5 تغييرات، زي ما انا عندي دلوقتي 5 تغييرات. تمام يا باشا. طيب انا متاح لي اجيب كام لاعب من كل منتخب؟ انت متاح من كل منتخب يبقى معاك 5 لعيبه من كل منتخب. تقدر تحط 5، ممكن تحط 3 2 1، اللي زي ما انت ما بتوجبش حد خالص مفيش مشكله. انت الليميت بتاعك يبقى 5 لعيبه من كل منتخب. حيره كبيره موجوده بين المنتخبات، اللعيبه اللي نجيبها نجيب مين، ما نجيبش مين، الكلام ده كله هناخده فرقه فرقه كده، واحده واحده او منتخب منتخب، ونشوف مين نجيب مين وما نجيبش مين باختصار المفيد. ونخش على ماتشات يوم 9، يبقى عندنا 4 منتخبات تلعب. اول منتخبين هيلعبوا بين كرواتيا والبرازيل الساعه 5. طب نجيب حد من كرواتيا؟ السؤال ده يعني ممكن نفكر فيه شويه صغيره كده، مش هيتعدى كام ثانيه. يعني لو في خطوره من كرواتيا للبرازيل، فهو مفيش غير واحد بس، بيريزيتش، اللي انا قلت عليه من الجوله الماتش اللي فات وقلت عليه الماتش اللي قبله، وهو كل ماتش بيجيب جون هو بيريزيتش. يعني لو البرازيل كسبت، بيريزيتش ممكن يجيب جون ويخسر كلين شيت، ومفيش كلين شيت للبرازيل. ده لو البرازيل ما قفلتش كويس في الدفاع. طيب هو بيريزيتش بالنسبه لي من ناحيه كرواتيا. البرازيل بقى نختار مين؟ لو عايز حد في حراسه المرمى هتفكر في اليسون، سعره 6 مليون. هنخش بقى على خط الدفاع. ممكن نفكر في مين في خط الدفاع؟ هنفكر في ماركينيوس، سعره 5.5. انا شايفه اوبشن كويس جدا. ماركينيوس برضو حلو جدا. في كمان ممكن نعلي بدل 5.5، ممكن نعلي ل6. ممكن نجيب تياجو سيلفا. انا مش بقول لك نجيب كذا واحد، انا بقول لك الاختيارات على حسب فلوسك ممكن تجيب مين فيهم. طيب تياجو سيلفا. بالنسبه للهجوم، عندك ريتشارلسون سعره 7.5، وعندك نيمار بسعر 10.5. نيمار طبعا كان نفسي اشوفه قبل، يعني كنت خايف اصابته بصراحه تطول وما نشوفوش ولا حركاته وحاجاته. الحمد لله شفنا الماتش اللي فات وجاب جون كمان، فدي حاجه بسطتني جدا. انت لو عندك اوبشن تجيب، لو عندك ريتشارلسون، انا اعتقد ريتشارلسون حلو، خليه جدا مفيش مشكله. ما عايز تجيب نيمار يبقى زياده الهجوم هجومين، يبقى ريتشارلسون ونيمار، دي حاجه ترجع لك مفيش اي اوبشن ولا اي مشكله فيها. هولندا والارجنتين، والماتش ده هيبقى صعب جدا جدا، حتى صعب توقعه مين يكسب حتى. فهو من الاخر كده ممكن لو فكرنا في حد من هولندا، هو دامفريز المدافع بسعر 6.5، او كلاسن من خط النص هيبقى سعره 6 مليون. والخط الهجوم وهو جاكبو بسعر 7. الراجل ده برضه ممكن يهدف. دفاع الارجنتين مش احسن حاجه قوي، ما بيقفلوش جامد قوي، لان كل قوتهم ما بين خط النص والهجوم بس. طيب احنا كده اتكلمنا في 3 بس بالنسبه لهولندا. عايز تجيب حد فيهم واحد بس او 2 بالكتير، مفيش اي ادنى مشكله. بالنسبه للارجنتين من وجهه نظري المتواضعه هتكلم في 2. هو مدافع اوتوميند بسعر 5 مليون. الراجل ده كويس جدا بالنسبه لنا، واوبشن كويس لو قفل قدام هولندا. تاني اوبشن عندنا هو ميسي، مفيش غيره. يعني هو سعره 10 ونص، ما زادش زي ما هو سعره، جميل قوي. دي الاوبشنات اللي انا شايفها كويسه. يعني بالنسبه لهولندا ممكن تجيب واحد او 2 بالكتير قوي. بالنسبه للارجنتين لو عايز تجيب حد من المدافع يبقى اوتوميند، وخط الهجوم يبقى ميسي لا فقط لا غير. ماتشات بقى يوم 10، واول ماتش هيكون ما بين المغرب والبرتغال. المغرب الشقيق فخورين جدا 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 بالمستوى اللي بيأديه بيه المنتخب المغربي. الله اكبر عليكم بصراحه، شرفتونا ونورتونا ومنورينا في كل حته بصراحه، وفخر لينا كلنا بصراحه. طيب هنتكلم على المدافعين. لو فكرنا نجيب مدافع، هو مثلا هقول لك ايه، سايس 4.5 جميل جدا لو عايز تفكر في حد من الدفاع. طيب لو عايز حد تاني من الدفاع، هو اشرف حكيمي ب5. زود نص فوق ال4.5 و5، هات اشرف حكيمي ده او ده، ما بقولش هات الاثنين. طيب بالنسبه لخط النص، هو حكيم زياش قدم مستوى رائع في كاس العالم.
سعره كام؟ سعره 7 مليون، واوبشن محترم جدا وممكن يشكل خطوره على دفاع البرتغال. بالنسبه لمنتخب البرتغال هنتكلم على اثنين فقط لا غير من وجهه نظري المتواضعه. هو جيريرو المدافع بسعر 6 مليون، الراجل ده كويس جدا وممكن يعمل اجوان جون ومفيش مشكله. وبالنسبه للهجوم انا محتار ما بين اتنين الصراحه، يعني انا مش هفكر يعني عايز يجيب رونالدو يجيب رونالدو، بس هل هو هيبدا اساسي ولا هيبدا بمهاجم ذو 21 عام راموس؟ هل هيبدا بده ولا بده؟ عايز وجهه نظر انا، هات برونو فرنانديز وريح دماغك. 9.5 مليون، الراجل انا قلته الماتش اللي فات وعمل اسيست وظبط الدنيا. طيب نجيب مين من الاختصار؟ انا من وجهه نظري جيريرو المدافع وبرونو فرنانديز، واقفل على كده البرتغال. فرنسا وانجلترا وقمه فوق الناريه. هتقولي بقى يا باشا انا اشحن بقى من انجلترا واشحن من فرنسا وثلاثه من دفاع فرنسا وثلاثه من دفاع انجلترا. يا باشا انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ الماتش ده مش متوقع له كلين شيت اساسا خالص، لا من فرنسا ولا من انجلترا. لا ده مضمون له كلين شيت ولا ده مضمون له كلين شيت. يا باشا انت اخرك تجيب امبابي في فرنسا، وبالنسبه لانجلترا هيفكر في اثنين، يقول شو او تريبير، يا اما في خط النص ساكا، ويقفل على كده الباب بتاع الماتش ده. اساسا الماتش ده مش متوقع له كلين شيت، الماتش ده هيبقى متعه كرويه او نهائي بدري شويه عن ميعاده. فرنسا كان كلها امبابي، هنشوفها هيبدع في الماتش ده، ممكن يجيب جون او اتنين. وانجلترا تعمل مفاجاه غير متوقعه وتكسب، وتلاقي مثلا ساكا جاب له جون ولا جونين. فالماتش ده صعب توقعه جدا في الاجوان ومين اللي هيجيب جون والكلام ده كله، بس خلينا محتفظين شويه بالناس المهمه بس. طبعا يا باشا بالنسبه للكابتنه، احنا عارفين احنا ممكن نغير الكابتنه مره ومره تانية. طيب في اول يوم 9 انا شايف انه ريتشارلسون قدام كرواتيا اوبشن ممتاز ان احنا ممكن نكابتنه في اول يوم، ممكن نشوف هيعمل ايه. طب يا باشا ريتشارلسون خايش معانا، عايزين حد مضمون شويه. تاني يوم 10 مبابي قدام انجلترا، ده من وجهه نظري برضو. انا شايف ان الراجل ده خلاص هو هداف كاس العالم، اجيب له جونين ويرزع له جونين كمان عشان يضمن يبقى هداف اكتر، هداف كاس العالم، ويضمن حتى جايزه لو ما خدوش كاس العالم، مع اني اشك في كده يعني. يبقى تاني يوم هنفكر في كابتنه امبابي. وطبعا مش هفكركم، انا سايب لكم الكود اهوت هيظهر قدامكم بتاع ليجا كاس العالم بتاع فانتازيا حنفي، وهسيب لكم برده اللينك تحت الدايركت المباشر ان تخش فيه على الليجا بتاعتنا، وسيب لكم اللينك بتاع الفيسبوك جروب الفيسبوك، وسيب لكم اللينك بتاع تويتر عشان لو في اي اخبار جديده ولا حاجه. بس كده ده كان فيديو النهارده عن الدور الثمانية من فانتزي كاس العالم. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.